زميلي هشام الوائل. شكرا للفنانة ومديرة هذا المهرجان نسرين، حيا الله بالزوج الكريم. بالمناسبة سأعطيك سرا، شكرا على الفصاحة. بس يكون بيني وبينك. لا بيني وبينك، تعال. أحد يسمع. هذه المدينة غريبة وسنعطيك شعرا آخر. صندوق. أنا والدتي من منطقة جبلية تسمى تلمبوت من الشاون، عاشت ما بين الشاون وطنجة وتطوان. أصرت بمدينة تطوان لأنني كنت أقضي فيها عطلتي، وكما يقول المثل المغربي المكتوب جعلني أتزوج امرأة تنتمي لهذه المدينة. أم بناتي وأولادي زوجتي تطوانية. الله، نسمع لها التحية. عندما رحلت على الرباط كتبت في تطوان، كانت هناك لا بل هنا في قلبي. كانت تطوان تلك اللوحة الجميلة التي احتواها معرض قلبي. كانت تلك القائدة العظيمة التي استعمرتني وغدت فؤادي. الله. وأنا أزيد لها بلسانك: فدرة أنت أينما تذهبين تذهلين، وكل من يراك يجن بعد النظر. كأنك كوكب نوراني يبهر المحبين، جواهر عيناك بلسانه قد استنار بها البشر. تحية طيبة. أكمل التكريم للإخوان، لا أريد أن أخذ الوقت كثيرا، ولكن في قلبي الكثير. أشكر الفنان التشكيلي والمنسق الدولي جمال القساسي من سلطنة عمان. تحية طيبة. وعندما أقول أنكم كلكم أصبحتم في قلبي وسجلتكم رسمة جميلة تبقى في الذاكرة، فأذكر نسرين دحو. تحية الفنانة نسرين دحو، وللفنانة الجميلة التي يتراقص معها كل شيء نجاة الباز. تحية طيبة لها. زملاء، تعرفنا على المهرجانات، لا أطيل عليكم وأقول لكم بأنني حقا عندما نظرت من الشرفات ووجدت الفنانة التي غنت على هذا المسرح بأنها موسيقى عذبة، بل هي أجمل النغمات، هي روح الهوى بتناغم لها ومعها وبها. أنا الشيباني جمعت شتاتي، وبهذا أختم، فالسلام ختام. حياكم الله.